خد بالك القلق سبب في الامراض النفسيه والجسديه. ديل كارنيجي في كتاب دع القلق وابدأ الحياه ادانا 7 طرق نودع بيها القلق. رقم 1، اعمل تحليل للحاجه اللي قلقاك. يعني بص للموضوع اللي قلقك من بره كانك انت كده بتتفرج على الموضوع مش انت اللي جواه، هتكتشف حاجات جديده وهتشوف احسن. 2، توقع اسوأ سيناريو. يعني ايه اوحش حاجه ممكن تحصل لما الموضوع ده يحصل؟ فكر على الاساس ده وهتفكر ازاي تحل المشكله. هتحس ان خلاص الحمد لله اوحش حاجه حلها موجود، مش هتقلق قوي. رقم 3، اشغل نفسك باي حاجه تانية. اقرا، اخرج، كلم حد بتحبه، العب رياضه. ما انت لما لقيت الحل لما فكرت ولسه قاعد بتفكر انت مش هتستفيد اي حاجه غير ان انت عمال تجيب لنفسك طاقه سلبيه وتقعد تقلق اكتر واكتر وتوتر نفسك. 4، سيطر على انفعالاتك. التوتر هيحولك انسان عصبي، هتغلط كتير وتنفعل على كل حاجه، واحنا اصلا مش ناقصين، احنا متوترين خلقه. فسيطر كده على مشاعرك وركز. رقم 5، قيم الموضوع صح. يعني بعد بقى ما تشغل نفسك بحاجات تانية وتكون هديت كده وبقيت ريلاكس، اتأكد بقى ان اللي قلقك ده يستاهل كل القلق اللي انت عامله، والله هتلاقيه ما يستاهل. 6، تقبل الامر الواقع اللي لا مفر من حدوثه. الرضا بالامر الواقع ده بيساعد الانسان ان هو يتخطاه. فخلاص هو هيحصل. اسأل نفسك بقى اعمل ايه لما يحصل؟ اتقبل الموضوع ازاي؟ ما يمكن لما تتقبل الموضوع وتفكر تلاقي ان الموضوع يعني مش وحش للدرجات دي، او ممكن يكون في جانب ايجابي هيطلع منه او ناخده وخلاص. ولو يا سيدي ما فيهوش اي جانب ايجابي او تبقى خدت ثواب الصبر. 7 والاخيره، ما تتحسرش على الماضي. مش هتستفيد حاجه من الحسره على اللي فات، بس هنستفيد من التجارب اللي مرينا بيها وتعلمك تعمل ايه في اللي جاي. وفي الاخر سيبها على الله، هو هيدبرها. صباح الفل.